السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف يكون الجزء الثاني من فيديوهات صفقات للاعبي العرب في مختلف الأندية في سوق الانتقالات الصيفي. سوف أقدم 5 صفقات للاعبين عرب تمت على مستوى الانتقالات الصيفي الحالي. قبل البداية في التفاصيل والدخول في الموضوع، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو يصلكم جديد، ونبدأ الكلام والتعرف على الصفقات. الصفقة الأولى فهي للدولي الجزائري وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز. انتقل رسميا إلى النادي الأهلي السعودي بقيمة قدرت ب 35 مليون يورو كقيمة بانتقال محرز من نادي الإنجليزي مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي. رياض محرز قضى 5 سنوات مع الفريق الإنجليزي واستطاع الفوز بأغلب البطولات وبأكبر البطولات الأوروبية، على رأسهم دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإنجليزي في مختلف الأندية. اللاعب قدم موسم جيد مع فريقه وقدم سنوات كبيرة مع السيتي، استطاع أن يكون واحد من نجوم الفريق الإنجليزي. حاليا انتقل إلى نادي الأهلي السعودي للموسم القادم، سوف يتواجد مع نجوم الدوري السعودي ومع الأهلي الذي يضم نجوم مثل فيرمينو ومندي وكذلك رياض بودوبوس. ينضم إليهم رياض محرز من نادي مانشستر سيتي في هذا الميركاتو. الصفقة الثانية فهي للدولي المغربي قائد المنتخب الوطني المغربي رومان غانم سايس من نادي بشكتاش إلى نادي السد القطري. طبعا الصفقة تمت بشكل رسمي واللاعب انضم إلى صفوف النادي القطري قادم من الدوري التركي بقيمة قدرت ب2 مليون يورو في قيمة الصفقة. اللاعب سوف يكون مع نادي السد إلى غاية موسم 2026. بعد سنوات في أوروبا انتقل إلى النادي القطري السد الذي استطاع حسم الصفقة في الأسابيع الماضية. اللاعب قدم مونديال استثنائي وموسم جيد مع المنتخب المغربي، وقدم موسم رائع مع فريقه كذلك بشكتاش على مستوى الدوري التركي والمختلف المسابقات المحلية. انتقل رسميا إلى الدوري الخارجي وتحديدا للدوري القطري وتحديدا لنادي الساد. كما قلت الصفقة قدرت ب2 مليون يورو كقيمة بانتقال سيس إلى الساد في هذا الميركاتو. والصفقة الثالثة فهي للدولي المصري اللاعب عمر مرموش من نادي فورسبور إلى نادي إنترخ فرانكفورت في هذا الميركاتو. اللاعب قدم موسم مع فريق فورسبور لم يستطع التأقلم بشكل جيد، لهذا انتقل إلى نادي فرانكفورت الذي كان يطمح بقوة للتعاقد مع اللاعب المصري. لاعب طبعا لديه تجربة على مستوى البوندسليغ ويقدم مستوى جيدة عندما كان مع فريقه في نادي شتوتغارت، وحاليا انتقل إلى نادي فرانكفورت في الموسم القادم. نتمنى أن يتأقلم بشكل جيد مع الفريق ويقدم المستوى الجيد، لأن كما قلت في الموسم المنقضي لم يكن في أداء جيد مع فريق فوسبور، ما جعل الفريق يسمح للاعب بالرحيل عن الفريق في هذا الميركاتو، وحاليا انضم رسميا إلى نادي إنتراخت فرانكفورت. والصفقة الرابعة فهي للدولي التونسي اللاعب إلياس السخيري من نادي كلون إلى نادي إنترخت فرانكفورت كذلك. طبعا نادي فرانكفورت استطاع حسم الصفقة والتعاقد مع الدولي التونسي إلياس السخيري من نادي كولون في على مستوى الدوري الألماني. إلياس الذي قدم مستوى جيد في الموسم الماضي وكان محط عدة أندية أوروبية وفرنسية كذلك، لكن نادي فرانكفورت استطاع حسم الصفقة والتعاقد مع الدولي التونسي في هذا الميركاتو. والصفقة الأخيرة فهي الدولي المغربي اللاعب الأولمبي شادي رياض من نادي برشلونة إلى نادي ريال بيتيس. طبعا الصفقة تمت بشكل رسمي واللاعب تمت إعارته إلى نادي ريال بيتيس في هذا الميركاتو. طبعا برشلونة أعار اللاعب ليخوض تجربة جديدة على مستوى الاحترافي ويكون مع الفريق الأول ويقدم عطاء جيد مع فريق ريال بيتيس ليكون جاهز لخوض مغامرات الأندية مع ناديه برشلونة. اللاعب حاليا فهو انتقل معارا إلى نادي ريال بيتيس وسوف يتواجد مع بيتيس في الدوري الإسباني في الموسم القادم. طبعا هذا هو كل شيء مدينة. أنا قدمت 5 صفقات عربية تمت رسمية في الجزء الثاني من هذه السلسلة. حسب رأيكم الشخصي، ما هي أفضل صفقة عربية لحد هذه الساعة
في سوق الانتقال الصيفي. وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.